بعد يوم مرهق ومتعب، شغل ومواصلات وتعب رايح جاي، تخيل بقى اللحظة اللي فيها أخيرا هترتاح وتنام. أكيد اللحظة دي هي اللحظة الأمتع على الإطلاق، واللي أكيد حاسس إنك محتاجها عشان تقدر تشحن الباور اللي هيساعدك تاني يوم. بس يا ترى بقى إيه اللي ممكن يحصل لو ما نمتش لمدة أسبوع؟ أكيد هيكون عندي وقت أكتر، هذاكر أكتر، هشتغل أكتر، هجيب فلوس أكتر، هقدر كمان أخلص حلقات أكتر من المسلسل اللي بحبه. بس وزني هيزيد أكتر، تركيزي هيقل، وممكن من النعس أنام وأنا واقفة، هتلاقيني بهلوس عادي، أو ممكن لا قدر الله أعرض نفسي لسكتة قلبية. النوم ضروري جدا، مش هتكلم قد إيه النوم مهم لصحة القلب والمخ والجهاز المناعي. النوم من النعم اللي ربنا أنعم علينا بيها. النوم مهم جدا جدا. كمان قلة النوم مرتبطة بأمراض خطيرة جدا زي السرطان وزي السكر، حتى إن موسوعة جينيس للأرقام القياسية منعت الرقم القياسي لأطول فترة يمكن يقضيها الإنسان بدون نوم، لأن ممكن إنك تقعد فترة بدون نوم ممكن يؤدي للوفاة. لكن اللي هتكلم عنه في الفيديو ده هو علميا إزاي ننام صح. فتعال أشرح لك إيه الحاجات اللي ممكن تأثر على جودة نومك، وإزاي تقدر تزود جودة النوم. أهلا بيكم، أنا دكتورة إيمان عليوة، ودي قناة عقلية تانية. لو أول مرة تشوفوني وحابين تتابعوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان توصلكم إشعارات بكل الفيديوز الجديدة. ودلوقتي بقى يلا بينا صلوا على النبي. عشان تقدر تظبط يومك بشكل علمي صحيح، فأنت محتاج إنك تقدر تجاوب على 3 أسئلة بسيطة. أول سؤال هو إيه اللي بيخليك محتاج تنام أصلاً؟ مش كتير عارف إن الحاجة المسؤولة عن الطاقة في الإنسان أو البنزين بتاعنا هو مركب اسمه ال ATP. ال ATP ده لما بيستخدم بيطلع بقايا زي الأدينوسين، وعلى مدار اليوم لما الأدينوسين ده بيتراكم في الجسم بيبدأ يتصل بمستقبلات الأدينوسين اللي بتبعت إشارات المخ عشان يدينا شعور بالإرهاق والحاجة للنوم. طيب ماذا لو قلت لك إن في حاجة مشهورة جدا بتعكس مفعول الأدينوسين؟ الحاجة دي هي الكافيين، ودي موجودة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاتة. واللي بيعملوا الكافيين انه لما بيدخل على الادينوسين بيمنعه انه يبعت اشارات للمخ، وبالتالي المخ بيعتقد انه مصحصح ومش تعبان، لكن في الحقيقة هو تعبان عادي ومستويات الادينوسين عالية زي ما هي. تأثير الكافيين أو القهوة على الجسم بيختلف من شخص للتاني، عشان كده تسمع حد يقولك أنا لما بشرب القهوة بنام عادي، أنا لما بشرب الشاي ولا بيعمل معايا أي مفعول. لكن عند معظم الناس تأثير الكافيين ده بيستمر من 5 ل 10 ساعات. بيديلك شعور بالنشاط والتركيز لو أخدته في نهار اليوم، لكن لو استهلكته في وقت متأخر هيأثر على جودة نومك وهيطول الفترة اللي انت محتاجها عشان تدخل في نوم عميق. وعشان كده يفضل انك تمنع اي حاجة فيها كافيين قبل النوم ب6 ساعات على الاقل. تاني سؤال هو امتى انسب وقت ننام فيه؟ في نظام داخلي في اجسامنا دوره انه يظبط اداء الجسم على مدار ال24 ساعة، بيساعد الجسم يحدد امتى انت محتاج انك تكون نشيط ومصحصح وامتى محتاج انك تكون مسترخي وعاوز تنام. النظام ده هو الساعة البيولوجية، وده بيحصل عن طريق افراز بعض الهرمونات، واللي اهمها هرمون الكورتيزول والميلاتونين. الكورتيزول هو الهرمون اللي بيفرز الصبح بدري عشان يحسن الدورة الدموية ويخليك نشيط ومصحصح. الميلاتونين او خلينا نسميه هرمون النوم هو ده الهرمون اللي بيفرز في الجسم بالليل عشان يخليك تحس بالنعاس ويخليك تنام نوم عميق. لكن الهرمونات دي بتعتمد على عوامل زي ضوء الشمس ودرجة الحرارة ومستوى النشاط. لكن في العصر اللي احنا فيه دلوقتي في ناس للأسف ممكن ما يطلعوش من بيوتهم بالأيام، وحتى لو طلعوا الصبح دايما بيكونوا لابسين نظارة شمس بتحجب عنهم ضوء الشمس. وحتى بالليل المفروض تكون الإضاءة أقل، لكن حضرتك ممكن تكون قاعد في أوضتك مشغل إضاءة تنور ملعب، أو حتى ماسك تليفونك وانت على السرير. كل الحاجات دي بتساعد في لخبطة ساعتك البيولوجية. الجسم مش قادر يحدد احنا بالليل او نهار، مش عارف امتى يفرز ميلاتونين وامتى كورتيزول، فده بيأثر طبعا على جودة نومك وبالتالي جودة حياتك. طيب ايه الصح؟ خلينا نبدأ اليوم بدري، نحضر بداية شروق الشمس. الدراسات بتقول انك لما تتعرض لضوء الشمس صباحا بشكل يومي ده بيعيد ضبط الساعة البيولوجية عن طريق مستقبلات في العين بتشعر بالضوء وتبدأ
تبعت اشارات للمخ يغير في بعض الهرمونات، زي مثلا انه يمنع افراز الميلاتونين، يعني مفيش خمول ومفيش كسل، ويزود كمان افراز الكورتيزول، يعني نشاط اكتر ودوره دمويه افضل، وكمان بيزود افراز هرمون السيروتونين والمعروف باسم هرمون السعاده، واللي بيحسن المزاج والقدره العقليه والذاكره. ده غير انه بيساعدنا على تقليل التوتر والضغط العصبي اللي ممكن يمنعك انك تنام بالليل. وكمان السيروتونين ده بيدخل في عمليه تصنيع الميلاتونين، فكده كده هيحسن من جوده نومك ويخلي يومك كله نشاط وتفاؤل. ضوء الشمس تحديدا مهم جدا، لان هو الضوء الكافي لتحفيز المستقبلات دي. عشان كده مهم جدا خلال ساعة من اول ما نصحى من النوم اننا نتعرض لضوء الشمس لمدة دقيقتين على الاقل، وده عشان نحفز بداية الساعة البيولوجية في جسمنا. ده بالنسبة للصبح. بعد كده خلينا نروح لفترة الغروب لما بيختفي ضوء الشمس وتقل درجة الحرارة. وقتها بيبدأ الجسم في افراز هرمون الميلاتونين. لكن زي ما كان تعرضك للضوء في النهار بيمنع افراز الميلاتونين، فالحقيقه ان تعرضك ليه في الليل برضو ممكن يقلل او ياخر من افراز هرمون الميلاتونين. ضوء الشاشات الالكترونيه او اضاءات الغرف الشديده، خصوصا الضوء الابيض والضوء الازرق، ممكن يقللوا ويأخروا من افراز الميلاتونين في الجسم. وبالتالي لو عايز ما تاخدش وقت طويل عشان تنام وتنام نوم عميق، الافضل انك تقلل التعرض لمصادر الضوء على الأقل قبل النوم بساعة أو ساعتين. لو مضطر مثلا إنك تستخدم الموبايل، اظبطه على وضع القراءة اللي بيقلل الضوء الأزرق. أكيد لاحظت إن في السنوات الأخيرة إن درجات الحرارة زادت، ودي هي تاني حاجة ممكن تأثر على جودة النوم، وتحديدا بتقلل وتأخر إفراز الميلاتونين اللي هو مسؤول عن الخمول والنوم. يفضل في الأوضة اللي هتنام فيها ما تكونش حر جدا ولا برد جدا. لو عندك بقى تكييف يظبط درجات الحرارة من 16 ل 25 درجة، يا بختك والله. لكن لو لأ، ممكن تستخدم المراوح وتلبس هدوم خفيفة ومريحة. ممكن كمان تحسن الأمور أكتر بإنك تاخد شاور دافي قبل النوم بساعة أو ساعتين، لأن خلال الوقت ده الجسم بيبدأ يبرد نفسه ذاتيا، وده طبعا هيؤدي لنوم أفضل. لما تكون بتحاول تجبر نفسك على النوم وتبص في الساعة كل شوية عشان عندك ميعاد مهم أو حدث كبير تاني يوم، لما تفكر في أكتر موقف ضايقك خلال اليوم، لما تشوف فيلم رعب مثلا قبل ما تنام، كل دي حاجات ممكن تأخر من نومك، وكمان ممكن تخليك تصحى من النوم كل شوية، لأن الحاجات دي بتزود التوتر وبترفع نسبة الكورتيزول في الدم. الكورتيزول ده اللي قلنا عليه من شوية إن هو ليه تأثير منشط على الجسم. عشان كده احنا محتاجين نتجنب اي حاجة بتزود التوتر او النشاط، ممكن نستبدلها بحاجات تانية تساعدنا على الاسترخاء، زي القراية او الكتابة او التأمل او حتى انك تعد تنازلي من 1000 ل1. وبكده نكون عرفنا اهم 3 حاجات بتأثر على الساعة البيولوجية. واخيرا انك تنام وتصحى في نفس الوقت كل يوم، ده بيخلي الموضوع اسهل بكتير. يعني بمجرد ما تتعود هتبدأ تلاحظ انك بتصحى في نفس الوقت لوحدك ومن غير اي منبه. السؤال الثالث، يا ترى انت محتاج تنام كام ساعة؟ خلينا نوضح ان اي حد من 6 ل 12 سنة يفضل انه ما ياخدش اي خطوة لتقليل مدة النوم، لان في المرحلة دي النوم مهم جدا في عملية تكوين خلايا المخ. اما بقى بالنسبة للبالغين فالمدة الكافية للنوم بتختلف من شخص للتاني، وعشان نفهم ايه هي المدة الكافية محتاجين نفهم ايه هي مراحل دورة النوم. أثناء نومك بتمر بعدة مراحل من النوم الخفيف والنوم العميق. في بداية النوم بتدخل تدريجيا في مرحلة النوم الخفيف لمرحلة النوم العميق، واللي من خلاله بتحصل عملية تقوية الذاكرة. وبعد مرحلة النوم العميق بندخل في مرحلة النوم العميق جدا، اللي ممكن نسميها فترة الصيانة، اللي بيبدأ فيها الجسم يعمل إصلاح وإعادة نمو للأنسجة وبناء للعضلات والعظام وتقوية جهاز المناعة. ومراحل النوم العميق بيكون الاستيقاظ خلالها صعب جدا. لو حد صحي خلالها ممكن يكون عنده دوخة وخمول بيستمروا لمدة ساعة لحد ما يبدأ الشخص ده يفوق. وفي الجزء الثاني من النوم بيبدأ الجسم يرجع لمرحلة النوم الخفيف ويقضي فيها فترة أطول. وتقريبا في مرحلة الرابيد اي موفمنت اللي بتتسارع فيها ضربات القلب والتنفس وحركة العين. والمرحلة دي مهمة جدا للوظائف المعرفية والإدراكية زي التعلم وحل المشاكل والإبداع. المهم إن طول الدورة الواحدة بيتراوح من 80 ل 100 دقيقة،
فبالتالي معظم البالغين ممكن يكتفي ب7 ل9 ساعات من النوم، اللي خلالها بيمروا ب5 أو 6 دورات نوم. وفي ناس تانية بتقدر تكتفي ب6 ساعات بس من النوم، اللي بيمر خلالها ب4 دورات على الأقل. طيب والناس اللي بيناموا أكتر من مرة في اليوم أو اللي بنسميها القيلولة، الحقيقة إن موضوع القيلولة ده مش غريب. الأطفال والحيوانات والناس في القرون الوسطى كانوا بيمارسوا البايفيزيكس سليب أو النوم على فترتين، وما زال في بعض الثقافات بيستخدموا الطريقة دي. مثلا في أسبانيا بيسموها سيستا سليب، لكن مؤخرا في العصر الحديث أصبح الأغلبية بيناموا مرة واحدة بس في اليوم أو المونوفيزيكس سليب. طيب مين فيهم الصح؟ ده بيختلف برضو من شخص للتاني، ولكن في بعض الدراسات وجدت ان النوم بالنهار اللي مدته من 60 ل 90 دقيقة، يعني بتدخل فيه في مرحلة النوم العميق، ده بيزود الارهاق والتعب، وكمان متعلق بزيادة الوزن. ولما بتنام بالنهار ده بيأثر على مدة وجودة النوم بالليل، وده بيخليك محتاج تنام تاني في نهار اليوم اللي بعده، والنتيجة النهائية بتكون إجمالي عدد ساعات نوم أقل أثناء الليل، وده بيؤدي لحالة الحرمان من النوم، واللي لو استمرت لفترة طويلة ممكن تؤدي لمشاكل عضوية زي مشاكل القلب مثلا. ولكن في نوع آخر من القيلولة اسمه غفوة الطاقة باور ناب، وده بيكون من خلال النوم لمدة قصيرة جدا من 15 ل 30 دقيقة بحد أقصى، يعني قبل ما تدخل في مرحلة النوم العميق. وده في بعض الدراسات بتأكد إنه فعال في استعادة النشاط والقدرة على التعلم. وفي بعض الشركات الكبيرة بتوفر أماكن للموظفين ياخدوا فيها غفوة طاقة. يا سلام لو الشركات دي تيجي مصر تبقى حاجة عظمة. لكن لو كنت من اللي بياخدوا غفوات بالنهار سواء كانت طويلة أو قصيرة ومرتاح في الوضع ده فتمام. أما بقى لو كنت بتعاني من خمول وإرهاق وعدم تركيز طول اليوم وصعوبة في النوم بالليل، فبكده أنت محتاج لتغيير روتين نومك. أنا كده خلصت، وأشوفكم على خير في فيديو جديد.